الاستثمار في شاليهات أو فيلل في الساحل الشمالي أفضل ولا الاستثمار في القاهرة الجديدة والعاصمة وأكتوبر في قطاع سكني أو في القطاع التجاري أو الإداري؟ الحقيقة في الفيديو ده عايز أشرح لحضراتكم الفرق أو أنهي الأفضل في الاستثمار في القطاع الساحلي في القرى اللي موجودة هناك في الساحل الشمالي، ولا الاستثمار في القطاع التجاري والإداري والسكني في القاهرة بوجه عام. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت، وخليني اوضح لحضراتكم مميزات والعيوب في كل قطاع الاستثمار سواء هنا او هنا. مبدئيا الساحل الشمالي بوجه عام، سواء هتشتري في السخنة او هتشتري في الساحل الشمالي شاليهات في قرى او فيلل في قرى، حضرتك بتشتري وبتبقى عارف ان الاستثمار ده هيبقى بيشتغل في خلال السنة لمدة من شهر ل2 ل3 شهور على حسب قوة المشروع. بالاخص في مدينه زي الساحل الشمالي لسه قدامها 5 و6 و7 سنين عقبال ما تبقى مدينه بتشتغل طول السنه، فهيبقى فيها استثمارات كويسه جدا. لكن اعمل حسابك من هنا لغايه 6 سنين على الاقل، انت الشاليه بتاعك لو في مكان ومختار حاجه كويسه جدا مع شركه كبيره، مع مطور عنده اداره تشغيل وعنده خبره في تاجير الشاليهات، هياخد من اول شهر او 2 او 3 شهور. يعني اعمل حسابك في ايجار الشاليه بتاعك متوسط شهر ونص في السنه بالكامل، ممكن يجيب معاك شهرين و3 وممكن لا. حط حد ادنى شهر ونص انت مأجر الشاليه بتاعك او الفيلا بتاعتك، ولازم تكون مستلم فوري، ولازم تكون في خدمات، ولازم يكون الشط شغال كويس جدا، ولازم يكون في شركة إدارة في المشروع هي المسؤولة عن تأجير الشاليهات وبتأجرها لحضرتك، أو بتتفق مع شركة هناك تأجرها لك أو مع سمسار هناك تأجرها لك. يبقى أول عيب موجود في الاستثمار في الساحل او في القرى بشكل عام ان انت بتأجر لمده قليله على مدار السنه. تاني عيب ان انت مضطر تعيش الهيدك بتاع مين اجر مين ما اجرش، لانك هتضطر تتعامل مع عملاء دايركت، هتضطر تتعامل مع سمسار، هتضطر تتعامل مع شركه. فوارد ان حد ياخدها يومين 3 وبعد كده حد تاني يكلمك وتلاقي اللي بيقول لك لا، الايجار بلاش الليله بقى 3000، اصل اللي جنبك او اصل القريه اللي جنبك بتبيع. فانت هتعيش، انت هتحس ان انت نفسك المسؤول عن التاجير سواء كنت بره مصر او جوه مصر، باستثناء الشركات الكبيره اللي عندها اوبريتنج او عندها بروبرتي مانجمنت، فهي اللي مسؤوله عن الايجارات بشكل عام. فده تاني عيب. ثالث عيب، لو مش واخد حاجه مع مطور محترم كبير زي الشاليهات اللي بتتأجر في سيدي عبد الرحمن مثلا مع المطورين الكبار ماونتن فيو، او في مشروع بتاع تطوير مصر، او في بقيه المشاريع اللي هي من 3 4 سنين بتتأجر لغايه دلوقتي، لو مش واخد مع براند كبير مع مطور محترم، ده هيبقى ثالث عيب، فالايجار هيبقى قليل واحتمال ما تأجرش. طيب، رابع عيب موجود ان انت برضو لو مش واخد مع مطور كبير باسم وعليه اقبال والمنطقه عليها اقبال، مش هتعرف تعمل ريسيل بسهوله. دي العيوب اللي موجوده في الاستثمار في الساحل الشمالي او في القرى بشكل عام. طيب تعالى بقى حضرتك ناخد المميزات. احلى ميزه موجوده ان الساحل الشمالي هو الترند دلوقتي لمده 10 سنين جايه دلوقتي، بسبب المشروع الاماراتي الجديد اللي نزل هناك، بالاضافه الى ان في كذا شركه تانية وكذا دوله تانية بس مش من مصادر موثوق منها هتنزل هتاخد. يعني سمعنا ان قطر بتتكلم على استثمارات هناك، سمعنا ان الامارات تانية الامارات عايزه تنزل باستثمارات هناك، وفي توجه كبير قوي من البراندات الكبيره اللي ليها اسم زي المراسم، زي طلعت مصطفى، زي الشركات الكبيره اللي ليها اسماء غير تطوير مصر، ماونتن فيو وصدق وحسن علام وبالم هيلز والكلام ده، هينزلوا في وبياخدوا مشروع واثنين وثلاثه. ده معناها ان في اقبال كبير جدا. والميزه الثالثه الى ان رنت الايجار وصل للشاليهات السنه اللي فاتت ل 12 15000 الليله الواحده، والفلل كانت بتوصل ل 50000 جنيه. الميزه الرابعه كمان انك انت لو خدت مع مطور كويس جدا، لو انت عايز تعمل سرعه اعاده لتدوير المال، ميزه الساحل الشمالي ان انت تقدر تاخد بسعر البري لونش وتقدر تبيع السنه الجايه مباشره على طول وتطلع مكسب ممكن يوصل لغايه 30%. يعني تشتري شاليه قيمته 10 مليون جنيه، تدفع المقدم
وقسط لمده سنه وتبيعه السيزون اللي جاي مثلا بمكسب 20% مثلا او 25%، لان المطور هيكون فاتح المرحله الجديده بنسبه اقساط اقل، او نسبه اقساط هي 7 8 سنين بس باسعار اغلى 30 و40%. زي قارن ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي، هنقول ان ممكن الدولار يحصل فيه يعني استابيليتي شويه، فمش هيحصل اللي حصل ما بين السنه اللي فاتت دلوقتي، على الاقل حط زياده 30% مكسب في السنه للشاليهات. فدي ميزه ثانيه. الميزه الخامسه انك انت تقدر تستخدم الشاليه ده زي ما تحب في اي وقت، فمنها بتستخدمه ومنها بتأجره بإيجار برنت عالي. دي مميزات وعيوب. تعال ندخل بقى في المقارنة. لو أنا عايز أحط فلوسي أحط في الساحل ولا أحط في إداري وتجاري؟ ميزة الإداري والتجاري لو أنت هتختار في مكان محترم كويس، الأوبريت بتاعه كويس في منطقة كويسة وأنت ضامن ده ومتأكد من ده إن أنت أجرت مش طول السنة. أول ميزة أنت بتمضي عقد إيجار مش أقل من 3 إلى 5 سنوات، فأنت مريح بالك من موضوع الإيجار، أدي واحد، وبتتأجر طول السنة. اتنين، الميزة إن في شركة إدارة هي المسؤولة عن تحصيل الأموال، وهي المسؤولة عن إن هي بتبعت لحضرتك فلوسك في حسابك، فالشركة اللي مأجرها لك، فدي ميزة تانية. الميزة التالتة الريسيل، الفرايتي في الريسيل على طول السنة، يعني تقدر تبيع المكتب أو المحل طول السنة. في الساحل أنت مرتبط بسيزون معين، أدي ميزة تالتة. ميزة رابعة إنك أنت بتتعامل مع شركة غالبا أو بتتعامل مع اند يوزر كبير، لكن في الساحل انت بتتعامل ممكن تلاقي مجموعه شباب صغيرين او مجموعه او عائله او كده، بتتعامل مع افراد. هناك انت بتتعامل مع شركات، فانت طبعا بيبقى الموضوع مختلف تماما. الميزه الخامسه الى ان نسبه الزياده على الاسيتس نفسه هتيجي في الساحل في وقت معين، هيبقى ليها ريت معين بعد ما المشروع ياخد زهوته ويتطرح ويتعمل. ميزه التجاري والاداري بيفضل يعلى معاك دايما، لان انت تخيل بتاخد محل تجاري او مكتب في العاصمه، في عاصمه مصر في القاهره قصدي، ولو كمان في منطقه مهمه جدا، فبيبقى عليها اقبال دايما. وبيبقى الميزه كمان انك انت لو خدت مع مثلا مضيت عقد مع شركه مالتي ناشونال او اند يوزر كبير، ساعات يعني عدد سنين الاقساط بيكتر عن كده. فدي كانت المميزات والعيوب للاستثمار في الساحل وفي التجاري والاداري. طب عيوب الاستثمار في التجاري والاداري، عشان ابقى قلت مميزات وعيوب. اول حاجه لو خدت وقعت مع مطور مش كويس في منطقه مش كويسه، الساحل احسن لك 1000 مره. لو خدت حاجه استثمار تجاري واداري في جريد بي او جريد سي، هتتعب طول عمرك في الايجار وفي الريسيل. يعني اذا اصل الشاليهات دلوقتي متوسط من 10 ل 14 مليون في الساحل الشمالي، انا بكلمك في حاجه مثلا اي كلاس مثلا. لكن هتروح هتاخد في حاجه جريد بي، مباني اداريه او تجاريه جريد سي او جريد بي، هتتعب جدا عقبال ما تاجر وتشغل. والدليل على كلامي قلب منطقه الداون تاون في العاصمه، او في التجمع الخامس في كتير مولات قصاد بعض على شارع ال90 بدون ذكر اسماء، ده متاجر كويس ده مش متاجر كويس. فدي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه الشاليه انت ممكن تستخدمه، المكتب انت مش هتستخدمه لو حضرتك انفستور. فدي عيب رابع في الاستثمار في التجاري والاداري. ده كان ملخص للاستثمار. نصيحه اخيره لحضرتك، لو بتستثمر في الاداري او التجاري او مش عارف تحط فلوسك في الساحل او تحط فلوسك في تجاري ولا اداري، ركز جدا 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 وانت بتختار التوقيت اللي هتشتري فيه، عشان ده مهم جدا. في الساحل اكسب ان في لونش دلوقتي، ان في سيزون، ان في اقبال على مشروع معين فتاخد بسعر قليل. في الاداري والتجاري النظريه دي مش شرط دايما تمشي بيها يعني. نصيحتي ليك التوقيت مهم جدا. اختيار المطور، قبل المطور اختيار المنطقه، لان الضبعه غير سيدي عبد الرحمن غير راس الحكمه غير سيدي حنيش. في التجاري والاداري التجمع غير العاصمه والداون تاون غير الام يو 7. فالمنطقه قبل المطور، بعد كده المطور، بعد كده اليونت اللي بتاخدها ومميزات اليونت دي نقطه مهمه جدا عشان الريسيل بعد كده، وطريقه السداد.
احنا كشركه توب مانجمنت، انا وفريق العمل بنقدم لحضرتك خدمه مجانيه في ان احنا بنساعدك. بدل ما تدخل في التفاصيل دي كلها، بنعمل لك دراسه محترمه جدا عن الار او اي والار او اي، المكسب بتاعك من استثمارك في الوحده دي، وفين المناطق المميزه والمشاريع اللي ليها سمعه كويسه انك تقدر تستثمر فيها. كل اللي طالبه من حضرتك انك حضرتك طبعا لو سبسكرايب لايك على الفيديو، وكمان لو تكلمنا او تبعت لنا مسج على ارقام الواتساب ده، انا بنفسي هرد على حضرتك ودايما في خدمه حضرتك. شكرا.